اعملي البانيه والمكرونه بالطريقه دي وهتدعيلي. سيبك بقى من البانيه المقلي والطريقه التقليديه، وتعالي هنجرب طريقه وتتبيله هتغير الطعم 180 درجه، وهتخليه طري وجوسي كمان. حلة على النار احط فيها ميه وزيت وملح وهسيبها لحد لما تغلي. هتبل البانيه بتاعي بملح وخل بلسمك وكمان شويه من البصل البودر والفلفل الاسود والبابريكا وكمان الثوم البودر، وهقلبهم وكمان هزود معلقه صغيره من الباربيكيو. هاقلّبها كويس، وبعد كده إن لقيت المَيّة بتاعتي غليت نزّلت فيها المكرونة، هاسيبها بقى لحد لمّا تستوي بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. لمّا استوت شوّحت بصل وهانزل عليه كمان بفصين كده من الثوم، ولمّا يتشوّحوا وريحتهم تطلع هانزل عليهم بالصلصة والبهارات بتاعتي، ملح، فلفل أسود، كمون، كزبرة، ورشة من القرفة ورشة من الملح. لمّا بتتسبك بانزل بالبقدونس، بيودّيها بجد في حتة تانية. وطبعًا باقلّب المكرونة بقى عادي الاتنين على بعض كده كويس. هنا حطيت حتة سمنة صغيرة وابتديت إن أنا أسوي البانيه بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، كل شوية بافضل أقلّبه لحد لمّا اتأكدت إن هو استوى. هنا بقى ده الطبق. طعم المكرونة حلو جدًا مختلف عن المكرونة العادية، والبانيه طعمه كان خطير.